يسعد صباحكم. هالمرة جايبتلكم طريقة فاصوليا الخضراء. رحنا على السوق وجبناها فريش خضراء. غسلناها، طبعا نقيتها لحبة تكون طرية مو ناشفة. طريقة انه تفريزها او تقطيعها للطبخة، مثلا تطبخيها فريش او تفرزيها نفس الطريقة اللي هلا هي موضحة بالفيديو. بتغسليهم، والاسهل لك بتصفيهم جنب بعض، بنشيل الاطراف اللي فوق ومن تحت القمع بيحكوا له اياه. بعدين بتجيبيهم بتقطعيهم جنب بعض. احنا كنا نقطعها حبة حبة، بس الاسهل انك تقطعيهم جنب بعض مثل ما هو موضح. بعدين بتغسليهم وبتصفيهم. في ناس بتحب تسلقها وتحطهم بعدين بالثلج وتفرز. انا صراحة لا، بفرز على طول، يعني بضل بحسها لونها اخضر. بس انا اليوم يعني اخذت كمية وطبختها. سميت بالله وجبت لحمة عجل، حطيتهم انا بطبخهم بطنجرة الضغط كله مع بعض. بحوس اللحمة اول شي، بنحوسها لحالها، بنطلع زفرتها. بعدين بتحطيها مع زيت وراس بصل. طبعا الفاصوليا الخضراء انا طريقتي كتير زاكية، ما بدها بهارات. حوسنا اللحمة مع البصلة والزيتون، نزلنا الفاصوليا الخضراء. بعدين كنت طاحنة بندورة وكمان حطيت رب بندورة. نضغطهم مع بعض. بالأخير بتخليهم يغلوا، بس يغلوا يستووا بتحطي ملح وفلفل أسود، بس هيك بهاراتها. وهيك استوت معنا الطبخة. وشوفوا ما أزكاها وما ألذها، جربوها كتير سهلة وكتير سريعة، خاصة للمستعجلين أو الموظفين. جربوها ويسلموا على المتابعة.